ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى هنعمل طبق كشري، حاجه كده تبارك الرحمن، بجد ما فيهوش ولا غلطه. وهقول لك ازاي الرز ما يعجنش منك، وهقول لك على طريقتي في الصلصه اللي بتودي الكشري في حته تانية خالص، وهقول لك ازاي البصل يطلع معاكي مقرمش من غير ما تحطي له ولا نقطه دقيق. يلا بينا نشوف حضرناه ازاي مع بعض. حاجه كده هحضرها. هسلق العدس. هنا معايا ربع كيلو من العدس بجبه البلدي. غسلته كويس جدا ورفعته على النار ياخد غلوتين وهطفي النار. وهنا جبت كده بصلتين، هقطعهم كده طرنشات زي ما انتوا شايفين. اهو زي ما انتوا شايفين كده العدس استوى معايا، طفيت عليه. هنا بقى هنزل بكميه كويسه كده من الزيت. الزيت بقى كل اللي انا حطيته ده مش هرميه، بعد ما اعمل البصل هعمل بيه كل مقادير الكشري. هتشوفي معايا دلوقتي. ضفت كده الملح، مش هضيف ولا نقطه دقيق. وشوفي بقى البصل طالع مقرمش معاكي ازاي. يعني كده البصله خلاص بتستوي اهي. بعد ما تصفر كده تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اهو زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله اللون الجميل الذهبي ده. بصوا البصل طالع ازاي. اخد بقى معلقتين من الزيت اللي محمره في البصل، ومعلقه من الثوم المفروم. اول بقى ما الثوم يبدأ يصفر معايا، هنزل بقى بالصلصه. الصلصه انا مسبكاها ومصفيها كويس جدا. بجد حبه صلصه كشري حاجه كده تبارك الرحمن. جربيها بنفس الطريقه دي وادعيلي. التوابل بقى هضيف ملح وكمون وفلفل اسود ورشه كده من جوزة الطيب. بجد بتودي الصلصه في حته تانية خالص. هسيبها بقى تتسبك معايا وهنشوف هنعمل ايه كمان. هبتدي بقى احضر الرز كده زي ما انتم شايفين، بنفس الزيت اللي عملت فيه البصل. جبت كده كوبايه من الشعريه، هبتدي احمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده، وانزل بكوبايه من الرز. اديهم بقى تشويحه كده، وبعد كده انزل بالعدس. هقلب بقى كويس جدا كده. بجد حبه رز حاجه كده تبارك الرحمن. اعملي بنفس الطريقه وشوفي الرز هيطلع معاكي مفلفل ازاي. بصوا انا هغطيه حاجه بسيطه من الميه زي ما انتوا شايفين كده، مش هضيف ميه كمان. لو ضفتي ميه كمان هيعجن منك. هظبط بقى الملح بتاعه وهغطيه لحد ما يستوي. وهضيف بقى رشه من الكمون ورشه من الفلفل الاسود. هسيبه بقى يستوي معايا كده. وهحضر بقى المكرونه. هنا جبت ميه سبتها تغلي على النار، وحطيت فيها رشه من الملح كده. وهنزل بقى بالمكرونه. هنا اول حاجه هعملها المكرونه الاسباجيتي، عشان المكرونه الاسباجيتي بتاخد وقت عن المكرونه الصغيره، عشان ده نوع مختلف عن التاني. فسبت لحد ما المكرونه كده خدت نص سوا، وبعد كده نزلت بالمكرونه الصغيره. بعد كده بقى استوت ورفعتها من على النار. هعمل بقى الدقه كده معاكم. ضفت هنا عصير من الليمون، وحوالي كده ربع كوبايه من الخل، ورشه من الكمون ورشه من الملح. هظبط بقى الملح بتاعه، ومعلقتين كده من الصلصه، وربع كوبايه من الميه. هسيبهم بقى على النار لحد ما يغلوا كده. بعد كده بقى هطفي النار. كده بقت جاهزه معايا. بجد شويه دقه تحفه. هنحضر بقى الشطه اللي هي الشطه الزيت. نزلت كده بمعلقتين من الزيت اللي هو عامله فيه البصل، وحوالي كده معلقه كبيره من الشطه زي ما انتوا شايفين كده. وهضيف معلقه من الصلصه.
وحوالي كده معلقتين من الميه اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الشطه تحفه، دي بقى الشطه اللي هي الشطه الزيت. بصوا الصلصه تحفه ازاي. بصوا البصل مقرمش مفهوش ولا غلطه، شايفين؟ بدون بقى ما تحط ولا نقطه دقيق. بصوا الرز مفلفل ازاي، الحبه بحبتها، حاجه كده تبارك الرحمن، ولا ريحته ولا طعمه حاجه كده تحفه. شايفين الرز بيتكلم عن نفسه. المكرونه بتاعتي بقى بقت جاهزه. لو حابه بقى تعملوا حمص اعملي، بس احنا مش بنحبه. بصوا الصلصه تحفه وريحته جميل جدا. هبدأ بقى كده اضيف البصل. بجد طبق كشري بالهنا والشفا. وعملت معاكم الشطه وعملت الدقه. تكيه كده هقولك عليها في المكرونه عشان المكرونه ما تلزقش منك وتبقى ماسكه ببعضها كده. بعد ما تصفيها وتغسليها كويس جدا ضيفي معلقه من الزيت كده وقلبيها كويس جدا. بجد شويه كشري حاجه كده تبارك الرحمن، اتمنى تجربوه بنفس الطريقه. كده بقى قلت لكم كل اسرار الكشري، بجد اتمنى تجربوه بنفس الطريقه. يا ريت بقى لو طريقتي عجبتكم يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسيش الكومنت الحلو منك عشان ارحب بيكي، واهلا وسهلا بكل واحده جديده دخلت القناه. في حفظ الله.